يا اهلا بالانيماويه. معانا النهارده الانمي الجامد جدا مملكه التنانين. كل اللي عليك دلوقتي انك تعمل لنا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الاشعارات علشان الاجزاء اللي جايه هتنزل زي المطر. وقبل ما نبدا ما تنساش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا في الانمي بتاعنا النهارده. في قاره شوانشي الفنون الدفاعيه والقتاليه بتبقى المهيمنه. الاقوياء ما بيحترموش الضعفاء، وعلشان تصمد وتعيش لازم تكسب قدرات الدفاع عن النفس. حتى اكتساب القدرات دي مش شيء سهل، وده بسبب وجود نوعين من فنون الدفاع، واحدة منهم عادية والتانية تراثية. فنون الدفاع العادية بيندرج تحتها 8 مسارات، أما فنون الدفاع التراثية نادرة جدا ومفيش حد بيقدر يستخرجها من طاقته. قصتنا بتبدأ مع لو هاو اللي بيبقى واضح عليه الضعف والتعب لدرجة عدم قدرته على رفع كوباية المية حتى. تعالوا بقى نعرف ايه اللي حصل معاه ووصله للمرحلة دي أصلا. من شهر تحديدا لو هاو قدر يستخرج 5 قنوات أو مسارات من فنون الدفاع العادية، وبسببها بيبقى واحد من أقوى اللي موجودين في البلد، كمان أقوى فرد في العيلة. ولكن في يوم من الأيام اكتشف واحد من الشباب اللي بينتموا لنفس عشيرته اسمه شياو وهو بيتعدى على بنت مسكينة. هنا كان لازم لو هاو يتدخل وينقذها، علشان بعد لحظات يكتشف ان ده كان مجرد فخ وقع فيه، واللي مدبره يبقى كبير العشيرة بتاعته تيان. وكل ده لانهم كانوا حاسين بالغيرة من تطوره الملحوظ. طبعا بما ان البنت طلعت معاهم قالت ان لو هاو اللي اعتدى عليها، وعلشان كده العشيرة قررت تسحب من لو هاو قدراته وينفوه خارج العشيرة نهائيا. علشان كده بنشوف لو هاو دلوقتي لا حول ولا قوة. بنرجع مرة تانية للوقت الحاضر، ولو هاو بيتلقى رسالة من الشخص الوحيد في العالم اللي لسه مهتم بيه، وهي ديا. بتقوله في الرسالة ان هيجي وقت وروحه وتتحول لتنين قوي، بس لازم ما يحسش باليأس لحد الوقت ده. لو هاو بيبقى عايز يستجمع قوته علشان يقف في وش تيان، وكمان يقف في وش شياو، ولكنه ما بيكونش عارف يتصرف ازاي. في البداية بيبقى لازم يسيب مدينة تيان كوي، وده لان كل اللي موجودين فيها شايفين ان هو عدو ليهم. علشان يسيب المدينة بيكون لازم يلاقي شوية أسلحة علشان يدافع بيها عن نفسه، ولما بيروح بيلاقي ان تكلفة الأسلحة دي غالية جدا. بيحاول ساعتها يلاقي سلاح أرخص، ولكنه ما بيلاقيش غير شياو ومعاه مجموعة من الجنود. شياو بيكون فاكره ميت وبيتفاجئ بوجوده كمان، وبيأمر جنوده ان هم يقبضوا عليه فورا. شياو بيكلم لو هاو وبيقول له ان هو لو فاكر ان هو هيسيبه يأذي حد من العشيرة يبقى غبي، وبيطلب منه يعتذر له كمان. ولكن لو هاو بيرفض لان الشخص اللي المفروض يعتذر للتاني هو شياو. وبسبب كلام لو هاو شياو بيتعصب وبيبدأ يضرب فيه بكل قوة، ولو هاو ما بيقدرش يقاومه. من شدة ضربات الشياو لو هاو رجله بتتكسر وبيغمى عليه. لو هاو بيتأمل من جواه وبيكون شايف ان هو اوشك على الموت، بس لا، بيبدأ يسمع صوت التنين والكسر بتاعه بيبقى سليم من جديد. هل المستحيل بيحصل؟ لو هاو من سلالة التنين وهيقدر فعلا يستخرج فنون الدفاع التراثية؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. لو هاو ساعتها بيفوق من جديد، ولكنه المرة دي بيبقى أقوى بكتير. شياو بيحاول يقتله ولكنه بيتفاجأ إن لو هاو تفادى ضربته. مش بس كده، ده كمان ضربه ضربة قوية بيوقعه بيها على الأرض علشان بعدها يخلص عليه بالسيف الرخيص اللي اشتراه من المكان. لو هاو بيقول لشياو إن الضربة دي من أجل جده تيان قائد العشيرة، وبسبب خيانتهم ليه وخداعه. الأخبار على طول بتوصل للجد تيان وبيدخل في حالة من العصبية. بيبعت رجالته علشان ينتقم من لو هاو. لو هاو في الوقت ده بيبقى في الجبل بيتأمل وبيحاول يجرب تحولات التنين الذهبي اللي بيبقى عددهم 9 تحولات، واللازم يستخرجهم كلهم علشان يستخدم فنون القتال التراثية بشكل كامل. في نفس الوقت بيحاول يسترجع فنون القتال العادية، وبعد لحظات من التأمل بينجح في الوصول للمستوى الثاني. لو هاو بيبقى عارف ان اي شخص عنده فن واحد من الفنون التراثية بيبقى اقوى من شخص عنده 5 مستويات من فنون القتال العادية. وبكده لو هاو بيعرف ان لو واجهته اي مشكلة في المستقبل هيقدر يستخرج مستويات فنون القتال التراثية. في نهاية التأمل لو هاو بيبقى متأكد ان هو هيقدر يهزم الجد تيان ويقتله قريب جدا. بالليل لو هاو بيخرج في جولة بين الجبال والغابات علشان يحسن من مستواه، وفي جولته بيقابل ذئب القمر اللي قوته بتبقى مساوية لقوة محارب من المستوى الثالث. وبدون اي تردد لو هاو بيهجم عليه وبيقتله بضربة واحدة بس من سيفه. وعلى الرغم ان مخالب الذئب ضربت في لو هاو، الا ان جسمه اصبح اقوى وما حسش بيهم. واثناء وجوده في المكان بيظهر من وراه شياو ومعاه مجموعة من المقاتلين، وبيقولوا ان هم بعتوا خبير من المستوى الرابع لمدينة تيانكوي وهو اللي انقذه. بعدها بيؤمر المقاتلين يهجموا على لو هاو لان في مكافأة كبيرة عليه. المقاتلين بيبقوا خايفين لانهم لسه شايفين لو هاو وهو بيقتل ذئب القمر القوي جدا، وما بيكونوش عايزين يهجموا عليه.
ولكن لما شياو بيضرب واحد فيهم وبيقول لهم يشوفوا هو هيقتله ازاي، شياو بيبدأ يهجم على لو هاو والتاني بيرد عليه الهجوم، ولكن طبعا هجوم لو هاو بيبقى اقوى وبيقدر يخترق اسلوب شياو وبيهزمه. لو هاو بيقرب من شياو بيقول له ان هو سابه يعيش مرة تانية، ولكن دلوقتي مش هيسيبه، وعلى الرغم ان شياو بيترجاه يسيبه عايش الا ان لو هاو بيضربه ضربة قاتلة قدام اتباعه اللي جايبهم علشان يقتلوه. طبعا كل اللي موجودين بيركعوا تحت رجل لو هاو وبيترجوه علشان يسيبهم على قيد الحياة. لو هاو بيقول لهم ان هو هيعفو عنهم، بس لازم يقولوا له عن اللي بيحصل مع المقاتل من المستوى الرابع واللي بيكون سيد العالم السري. لو هاو بيعرف ان قائد العشيرة اكتشف ارض مباركة جديدة ممكن تشيل 100,000 شخص، وعلشان كده بعتوا سيد العالم السفلي من المستوى الرابع علشان يسترجع كل الغرباء عن العشيرة لمدينة تيانكوي. الغريب بقى ان هو بيعرف ان هم بيحاولوا يوصلوا لمكان اسرته علشان يمنعوه من العودة، واللي لو هاو بيعرفوا ان اسرته ماتت في مهمة قديمة. لو هاو بعدها بيتكلم عن العوالم الاربعة وانهم مع بعض مكونين مكان سري اسمه العالم السفلي، والمكان ده من المستوى الرابع، واي شخص بيدخل للعالم ده بيبقى من كبار الاقوياء في الامبراطورية كلها. واللي المفروض لو هاو يعمله ان هو يستخبى من المقاتل ده، ولكنه مش هيعمل كده لان الموضوع مرتبط باسرته ووفاتهم ولازم يحقق فيه. لو هاو بيرجع لمكان مولده واول عشيرة بيبقى موجود فيها مع اهله، وهناك بيشوف شباب من نفس الجيل كان يعرفهم وهو صغير، كلهم كانوا بيتنمروا عليه الا بنت واحدة وهي لوكسير اللي لسه بتدافع عنه لحد دلوقتي. لو بيفضل يراقبهم من بعيد وبيسمع كلامهم عنه، وبيعرف ان زمان في شخص اسمه سونجي خدع ابوه واخد منه مية التنين الذهبي واداله مية مزيفة، ولما والد لو هاو اكتشف الموضوع ده راح علشان يقتله، ولكن سونجي قدر يهزمه هو واخواته، وبسبب ده اضطر والد لو هاو ان هو يسيب العشيرة. بيعرف كمان ان سونجي بعت اشخاص حاليا علشان يقتلوا لو هاو. لو هاو كده بيعرف ان الشخص اللي عايز يقتله من العشيرة الاساسية ومش هيقدر يواجهه دلوقتي ومحتاج يطور قوته اكتر. بعد شهر ونص بقى من كل اللي حصل ده بنشوف لو هاو في اسواق مدينة تيانكوي الخارجية. لو هاو بيتساءل مع نفسه عن قوة التنين الذهبي، وانه المفروض كان بعد ما يكسب اي قتال يكتسب قدرة معينة، لكنه مستغرب ان هو لحد دلوقتي ما اكتسبش اي حاجة. واثناء جولته في السوق بيلاقي اعلان عن عشيرة شونشين، وبيعرف ان هم بيدوروا على تلاميذ، وبيكون شايف انها فرصة حلوة علشان يطور من قدراته وبشكل اسرع كمان. وقبل اي حاجة بيلاقي مجموعة من المحاربين بيطلبوا منه يتعاون معهم علشان ينضم للقبيلة، ولكن لو هاو بيقول لهم ان هو من المستوى الثاني والقبيلة طالبين اقل حاجة المستوى الثالث، وبيكون خايف عليهم احسن يأثر على مستواهم، ولكن ما بيهتموش بمستواه. بالليل الفريق بيكون معسكر في الغابة، وبيلاحظ ان في 2 في الفريق شكلهم غريب. فعلا بيبقى الصادق لانهم بيكونوا ناويين على الغدر وبيهجموا على واحد من الشباب، لكنه بيقوم بسرعة وبيبعد عنهم بطريقة سريعة جدا. لو هاو بيعرف ان الشاب ده من اسرة كبيرة وفي مكافأة كمان على قتله، كمان بيبقى شايف ان الاتنين دول من المستوى الرابع واقوياء جدا. بيبقى حاسس ان حياة الشاب ده في خطر، وفي نفس الوقت الشاب ده بيبقى خايف على لو هاو لانه مش عارف قدراته وبيكون عايز يحميه. الاتنين المجرمين بيهجموا على الشاب، لكنه بيتفاجأ ان لو هاو بيساعده وبيصد الهجوم بتاعهم. المجرمين بيستهونوا بلو هاو وبيضحكوا عليه، ولكن ضحكهم ما بيستمرش كتير، وده لانه بيقتلهم على طول بكل سهولة تحت نظرات اندهاش من كل اللي موجودين. البنت اللي بتبقى معاهم بتبقى خايفة جدا وبتقرب من لو هاو علشان يطمنها، وفعلا بيقولها ان مفيش داعي للقلق وانه مش شخص شرير، ولكن للاسف لو هاو ما كانش يعرف ان هي الشخص الشرير. البنت ساعتها بتخرج الخنجر وبتهجم على لو هاو، وبنعرف بقى ان المجرمين دول من الرجاله بتوعها وانها قويه جدا ومن المستوى السادس كمان. فهل بقى لو هاو هيقدر عليها ولا لا؟ ده بالظبط اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي من سلسله مملكه التنانين. كل اللي عايزه منك دلوقتي يا عم انماوي انك تستنانا في فيديو جديد علشان تكمل معانا باقي الحكايه ونعرف مصير لو هاو. وعلشان تستنانا لازم طبعا تبقى مشترك في قناتنا، وكمان ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو ده، وكمان لازم تفعل جرس الاشعارات علشان الجزء الثاني اول ما ينزل يوصلك على طول طياره. سلام.